مرحبا. اهلا وسهلا. شلونك؟ اهلا مرحبا. ممكن تعرفني؟ محمد هاشم، متابع للشأن العام وفنان ايضا. عاشت الأسامي أستاذ محمد. أريد أسألك عن موضوع حلقتنا وهو شنو علمتك الحياة؟ الحياة تعلمك انك محوري وانك خليفة الله في الارض، وعليك مهمة كبيرة جدا، اعمار الارض، اعمارها بالحب والتقوى، واعمارها بالجد، واعمارها ان تناضل من اجل الفقراء ومن اجل المعوزين ومن اجل الحقيقة ومن اجل الحق. بدون الحقيقة والحق سوف لن تكون هناك حياة تستحق أن تعاش، وسوف لن يكون هناك من هو خليفة الله في الأرض. سوف تكون فوضى، ولن يكون هناك انتظام ولا بناء ولا رفاه ولا حياة يضع الإنسان فيها بصمة حقيقية لأجل أن ينير الطريق لغيره من الأجيال الأخرى. الحياة علمتك أنك خليفة الله في روحه وفي فكره وفي ذاته وفي إرادته، ويجب أن تعيش حرا متمكنا قادرا فكريا ثقافيا عقليا اجتماعيا. خليفة الله في الأرض أستاذ محمد، شنو هل وصلت رسالتك اللي إحنا نزلنا بيها كأنت محمد؟ أنا والحمد لله يعني سجلت حضورا ما في أي معترك أنا فيه، سواء كنت في أيام دراستي وسواء كنت عندما عارضت النظام السابق ولم أنتمي لحزب البعث نهائيا، وكانت هناك مواقف عدة في تشددي وفي نضالي وفي عدم يعني انحنائي لذلك الجبروت الكبير لفترة الطغيان. والحمد لله دخلت الدائرة فيما بعد ولم أستلم دينار واحد رشوة، ولم أتعاطى هذا الطريق، وظللت شامخا وحتى تقاعدت، وإلى الآن والحمد لله يعني دوري أن أبعث رسالة للآخرين بأننا يجب أن نعيش بحب وبتكاتف وببناء وبعطاء حقيقي. عدا هذا فإننا مجرد يباب، مجرد أشياء ملقاة على قارعة الطريق. علينا أن نكون جديين وأن نعمل من أجل الآخرين ومن أجل أنفسنا، وأن نكون محوريين في أي مجال وفي أي معترك وفي أي ميدان نحن نشغله. طيب الحياة علمتك، هل كانت قاسية عليك أم علمتك بهدوء؟ والله هناك الكثير من القساوة، الكثير يعني في فترة الطغيان عشنا حروب صعبة وكنا في المحور، ولكن عناية الله سبحانه وتعالى وإرادته ودعاء أمهاتنا ربما يعني أنقذتنا من هذا. وأيضا ضنك السلطة، كنت يعني ممكن أن يكتب عليك تقرير في أي لحظة، وكتب. أنا في الصف الأول في المعهد الزراعي الفني أبو غريب كتب علي 2 من زملائي تقرير يعني يودي بي يعني إلى المشنقة، إلى المقابر الجماعية في ال80. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون صديقي في شعبتي المرحوم علي عبيد مضعن الدليمي أن يعرضوا عليه هذا الأمر ويقولوا له بأن زميلك قد كتب عليه تقرير بهذا الشكل من قبل مسؤول قسمنا. تناول التقرير وقال هذا الإنسان أنا أعرفه جيد وإنسان طيب، والكثير من المواقف الأخرى والاستجوابات وغيرها والحروب، والله سبحانه وتعالى. طيب درس تعلمته وما تنساه لحد الآن من الحياة سواء كان حلو أو مو حلو؟ يعني أنك تفارق الجميع، يعني مفارقة الأحبة، الموت درس عظيم بليغ صعب يجعلك تتواضع ويجعلك طيب تحب. إذا تريد توصف لي الحياة بكلمة واحدة شنو راح توصفها إلي؟ يعني الحياة يجب أن تعاش بشرف، يجب أن تعاش بمبادئ، بقيم، بأخلاق عالية. لا يجب أن نكون سطحيين في حياة زائلة، في حياة هي يعني سنذهب بالنهاية أمام رب العالمين لكي نحاسب على ما يعني جنته أيدينا. لهذا يجب أن نعيشها بجد وبكفاءة وبقدرة وبحب أيضا. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. نستمر وياكم أعزائي مشاهدي قناة ريتاج، تعالوا وياكم.